هو انا لسه هقف اكمل معاه واشرح له كلام ربنا؟ انا لسه يا رب هقف اكلمه في كلامك بعد اللي قاله لي؟ بيقول لي تعالي نذاكروا سوا، اقعد اشرح له انا واقول له صدقني يعني ايه وفخزيكي يعني ايه؟ انت يا رب ما كنتش عارف ان ده هيجرى لي. وحتى انا لو شرحت له الكلام، حتى لو حاولت ان انا افهمه، عمره ما هيفهم، وعمر الكلام ما هيخش في قلبه. يستحيل، خلاص يستحيل. كأني كده بالظبط جايبه واحد وبقول له بص انا جايبه لك عروسه، شايف العروسه الحلوه اللي هناك دي؟ هي دي، ايه رايك في العروسه دي تتجوزها؟ وراح باصص كده للبنت اللي انا جايباها ديت، ولقاها مثلا بنت قليله الادب، راح قايل لي ايه البنت اللي قليله الادب اللي انت جايباها لي؟ انت مش شايفه بتقولي؟ مش شايفه الفاظها؟ رحت قايله له ماشي، بس استنى ما تفهمهاش غلط، دي قله ادب روحيه، ده قله الادب ديت وراها هدف تاني اسمى من تفكيرك. ما تفهمهاش غلط وما تاخدش قله ادبها ديت والفاظها اللي هي بتقولها بمعنى مادي. حاول تسمو شويه بتفكيرك وباحساسك، وحاول تبص للرموز بتاعت الكلام بتاعها. البنت دي مش قلة الادب ولا حاجه، بص البنت دي مش قلة الادب ولا حاجه، البنت ديت بتقل ادبها عشان تصرف على اخواتها. شفت بقى الهدف السامي اللي هي بتقل ادبها عشانه؟ تبقى مش قله ادب ولا حاجه، ده هدف سامي، دي في علاقه حب قويه بينها وبين اخواتها، فعشان كده بتقل ادبها عشان تعبر عن حبها. يعني بتبيع نفسها وبتبيع كرامتها وبتبيع شكلها قدام الناس والفاظها كده بتقولها عادي علشان خاطر تعبر عن العلاقه القويه اللي بينها وبين اخواتها. هل ممكن الراجل دوت بعد اللي شافه وبعد تفسيري وتبريري لموقفها هيقبل بيها؟ يستحيل. خلاص قلبه اتقفل، مستحيل. لو هيدولوا عليها فلوس ده نفس اللي حصل لي. واقفه بعرض على الناس كلام ربنا ماشي، ولقيت تعبيراتهم اللي انا شفتها والكلام اللي انا سمعته. يستحيل مهما وقفت ان انا علشان افهمهم الكلام وعلشان ان انا اشرح لهم مغزى الكلام وهدفه ومعانيه ويقصد ايه، يستحيل يقبلوه. يستحيل. انا بضحك على نفسي. هو انا هضحك على نفسي؟ ماشي، هخش روم وهرد عليكم وهقول لكم ما تفهموش نشيد الانشاد غلط، ونشيد الانشاد يقصد كذا، وصديقي معناها كذا، ومش عارفه راسك بتشير الى ايه، وفخذيك بتشير الى ايه، والكلام ده كله. طب انا هضحك على نفسي؟ اهو انا جربت بنفسي وعشت اللحظه، لحظه سودة بكل المقاييس. اللي مش مصدقني يمسك الكتاب المقدس ويقف كده هو في الشارع ويقرا الكلام اللي انا قريته ويوريني الناس هيعملوا ايه، يوريني الناس هيسمعوا كلامه ازاي. بنت او ولد يروح يعمل زي ما انا عملت ويوريني الصدمه اللي هيتصدمها. لو وافقت انت يا مسيحي وانت بتقرا كلام ربنا ان كلام ربنا يتقابل بالاسلوب اللي انا شفته دوت، مفيش دم، لان انت كده هو مش بتغير على كلام ربنا ومش بتزعل علشان كلام ربنا. المهم انا خدت الكلمتين دولت من الشاب دوت وروحت منهارة وانا بعيط، مش شايفة قدامي ولا قادرة اكلم حد ولا قادرة اكل ولا قادرة اشرب. ودخلت اوضتي وقفلت على نفسي وقعدت اكلم نفسي زي المجنونة العبيطة الهبلة. قعدت كده اكلم نفسي وخلاص. قعدت بقول جملة واحدة بس، بكلم ربنا وبقول له جملة واحدة بس، بقول له ليه يا رب اتعرض للموقف دوت بسبب كلامك؟ ليه اتعرض للموقف دوت بسبب ان انا بعرف الناس كلامك؟ هو مش ده كلامك وبتخاطب بيه الارواح والقلوب؟ ليه ما دخلش على روحهم وقلوبهم؟ ليه دخل على حته ثانيه خالص؟ ليه راح على الغرايز والشهوات وسمعت الكلام ده من الولد اللي بيتكلم دوت؟ انا مش قادره اتلم على اعصابي، كل ما افتكر الموقف ما بقدرش اتلم على اعصابي. انتوا عارفين يعني ايه لما كلام ربنا ينهار كده قدامكم؟ ينهار، تشوفوا ردود فعل الناس
بتتكسفوا من كلام ربكم. مفيش ولا مسلم طبعا عايش الاحساس ده، لانه ما عندوش كلام زي اللي عنده. وزي ما قلت، اللي مش مصدقني يروح بنفسه ويقف في اي مكان في مسلمين او في اي حد، في ملحدين حتى او في بوذيين من اي ديانه، ويقف يقرا عليهم الكلام ده ويشوف رد فعلهم ايه. بقيت اقول يا رب اشمعنى تختار العلاقه الجسديه بين عريس وعروسه وتتكلم بيها وتشبه بيها؟ اشمعنى العلاقه الجسديه؟ اشمعنى؟ ما في علاقات اطهر من كده واسمى من كده بكتير كنت ممكن تشبه بيها. في علاقه الام بابنها، الام ببنتها، الاب بابنه، الاخ باخوه. في علاقات كتيره ساميه وطاهره. اشمعنى عريس وعروسه؟ على الاقل ما كنتش هسمع الكلام اللي انا سمعته ده واتحرج الاحراج ده. ما كنتش هسمع الكلام ده بسبب كلامك. بقيت عمال اكلم نفسي كده، اقول اروح فين؟ بس اروح فين واكلم مين؟ اروح فين واكلم؟ رحت وقفت قدام صورة يسوع في اوضتي وبقيت اكلمه واستنى منه رد، واقول له رد عليا يا يسوع، رد عليا. اتمجد يا يسوع، وريني مجدك العظيم ورد عليا. مش انت كده علشان تخلص نفوسنا واتقلبت واتحسبت علشاننا؟ انت ليه بتستكتر عليا تريحني؟ رد عليا، ارشدني، قولي ليه الكلام ده اعرجني؟ اتحركت ليه وليه الكلام حرك الناس عليا؟ وليه سمعت من السافل الكلمه دي؟ ليه؟ وبقيت اكلمه واكلم العذراء يا ام النور، واكلمها واقول لها نوريني يا ام الاله الحي، كلميني وطمنيني، ردي عليا. انا مش قادره استحمل ان انا احس ان انا كنت غلط. مش قادره كل ما بفتكر بنهار. كلمت يسوع وكلمت العذراء وكلمت الكركس وخدت شهادة القديسين كلها، وانت بتستحملت عليا، ما حدش عبرني. قلت لهم انتوا ما بتسمعوش ولا ايه؟ وانا بكلم نفسي. انتوا بتحبنيش يا يسوع علشان مش بترد عليا؟ ولا حد في الكنيسة رد عليا بكلام مقنع، ولا حد في الروم رد عليا بكلام مقنع، ولا اي حد اداني طريقة امسك بيها كتابي واقرا بشجاعة قدام الناس، ولا حد فسر لي اي حاجة في اي حاجة. فضلت اتكلم معاهم كده اهو لحد ما الناس نامت وانا اللي قاعدة كده صاحية. قلت لهم انتوا خلاص، انتوا جبتوا اخركم معايا كده خلاص، انا مش هستنى منكم رد بعد كده تاني. خرجت بره الأوضة بتاعتي وخرجت بره الشقة. خرجت بره الشقة والبيت كله نايم عندنا، وركبت الأسانسير وطلعت في آخر دور في العمارة. طلعت فوق في آخر دور، ولا في حد جنبي ولا حد يكفي ولا حد سمعني. وبرغم الهواء الجامد والمطر اللي نازل وكان رعد وكان جو فظيع، بقى له 4 أيام جو فظيع، لكن كل ده ما همنيش. انا اهم حاجه عندي اعرف الحق، اعرف الحقيقه، علشان انا ما بعرفش انام.
من ساعة الموقف اللي حصل لي وانا ما اعرفش انام. من ساعة الموقف اللي حصل لي وانا مش قادرة اعيش، مش قادرة استحمل.